للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن زبير بيا والكابتن خالد بيومي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبتي الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرنا بأن نلتقي مع حضراتكم في الديربي العربي، في الديربي البيضاوي الكبير، في ديربي كازا، في ديربي الوداد والرجاء، في ديربي الوينرز والجرين ايجلز، في ديربي وداد الأمة ورجاء الشعب، في ديربي الأب الروحي جيكو، في ديربي الأسطورة بيتشو، في ديربي المدرج الأسطوري، ديربي المجانا والفرميجة، ديربي الصراع، ديربي النزاع، ديربي التنافس، ديربي الإثارة، ديربي الشحن والأعصاب والجنون، وقبل كل ذلك وبعد في ديربي الجماهير، في ديربي الالتراس، في ديربي الشالات والرولات والأناشيد والحناجر والهتافات والتيفو والشعارات والأيادي، في ديربي بصوت واحد، ديربي كاز الكبير. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انظروا كيف تسرق المدرجات العيون من أرضية الملعب، انظروا كيف تتحول هذه القمة إلى مدرجاتها. اترك تشكيلة الفريقين، ابقى مع تشكيلة المدرج، مع تشكيلة التيفو، مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو. الله على هذه الأجواء، انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الديربي، إلى هذه اللوحة التي يرسمها جمهور الرجاء، التي يرسمها القطب الذي يظهر هنا في مدرج الساعة، هنا في المجانا. يا لها من لوحة، يا له من تيفو، يا لها من صورة، يا لها من لقطة. أين كنتم عنكم طوال هذه السنين؟ لماذا لم أنتبه؟ لماذا لم أعرف بأن هذه الأجواء لا توصف؟ أجواء تجبرك على أن تصبح جزءا منها. لابد أن تختار، هل أنت مع رجاء الشعب أم أنت مع وداد الأمة؟ لابد أن تكون جزءا. انظر كيف يرد الوداديون هنا، وداد الأمة بتيفو يرد الرسالة هناك، الرسالة ترد هنا. هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا أكبر بكثير من مسألة كرة قدم. ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل. تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة، يرتبون حياتهم من أجل هذا الديربي. كيف يشجعون، كيف يحولون المكان إلى هذا المنظر، إلى هذه الصورة، إلى هذه الليلة الكبرى. الله على هذا المشهد وهذه البداية التي تليق بهذه القمة الكبرى في البطولة العربية. كم نحن محظوظون، كم نحن محظوظين في قناة أبو ظبي الرياضية. تخيل الضغط، لكن التشكيلات هناك لا تنتهي، لكن اللافتات هناك لا تنتهي، لكن المدرجات هناك قصة أخرى. من يتواجد؟ انظر إلى التشكيلات، انظر إلى الرسائل، انظر إلى التيفوهات، انظر إلى الشعارات، انظر إلى الصور، انظر إلى هذا المدرب وسط كل هذه الضغوطات. كيف كانت الأحاديث بالنسبة لهذا المدرب؟ ملعب الوداد، وبالتأكيد الذهاب انتهى 1-1، ولذلك الرجاء يحاول الآن مالونجو يحاول، الكرة وصلت إلى حارس المرمى، تعود الكرة من جديد فيها صافرة وخطأ. ضربة ركنية مشاهدينا متابعينا لمصلحة فريق الرجاء اللي له أفضلية في 6 دقائق ماضية. حتى الآن نشاهد الرجاء اللي يتقدم واللي يحاول واللي يهدد. نشاهد جماهير الوداد تأتي في هذا المكان، والكرة العرضية على القائم القريب، ولكن حارس المرمى متابعة، دربكة، الفرصة بتضيع، الكرة بتروح، فرصة أولى محققة، هدفا محققا. شوف الكرة العرضية، شوف المتابعة، شوف حارس المرمى، ردة الفعل، التصدي لكرة بدر بانون. هذه اللقطة، هل بدر
سيسجلون، ولكن هنا الجمهور بالتأكيد يسجلون هذه اللقطة. مدرج الفرميجة، مدرج الوداد، هناك محاولة، هنا التصويبة، الكرة أيضا تتخلص. تشعر بأن المدرجين يتحولان إلى شاشات عرض، إلى شاشات عرض. شيء يا ليت المخرج بس يعطينا كل شوي الشاشة تتغير، كل شوي في إعلان جديد، في رسالة جديدة، في تيفو جديد. نصيحة للوحات الإعلانية لشركة ب 42 انتصار، الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي السقوط. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء. انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا التدخل كان قوي في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يحتسب لإسماعيل الحداد ركلة جزاء. الصاروخ من سجل هدفا في المباراة الماضية يصنع فرصة هدف في المباراة الإياب. جماهير الوداد تريد أن تحتفل، تستعد لذلك. انظر إلى المنظر، إلى المشهد. نشاهد الآن الجماهير مدرج الفورميجن، نشاهد الانتظار لركلة الجزاء. شايف الدعوات، الأيادي على القلوب. الديربي قد يبدأ بخط أحمر الآن. الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع. يتقدم يا رب، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا. انظر إلى كرة الملعقة. يا سلام يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب، وأي كرة استقرت، وأي محمد نهيري. 1-0 يتقدم الوداد، يتقدم الوداد 1-0 مشاهدينا. الأب الروحي بالتأكيد، الأب جيكو، والتيفو الأخير الذي كان بالنسبة لوداد الأمة كان أيضا للأب جيكو أيضا. والآن بعد ذلك يتقدمون بهدف. لم يكن يتمنى جمال السلامي هذه النتيجة، لم يكن ينتظر هدفا بعكس مسار المباراة، لكن شايف هنا الباكو، شايف هنا قيادة الجمهور، شايف هنا التصفيق، التشجيع. سفيان رحيمي، سفيان بيرسل كرة تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب نناح، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى. كانت من أيوب، ولكن الحارس الواضح في الصورة تيغناوتي الدولي المغربي يقول لهم هدوا. شوف الجمهور، شوف التنظيم، شوف التشجيع. لا توقف اللي في الجهة والنقاش في الجهة، ولكن العرضية لاعبين أيضا عليهم الأضواء، لكن نجوما يخطف الأضواء. يا الله على كرة كانت من نجوما وتيغناوتي. شوف ردة الفعل، الكاميرا كادت أن توثق، لكن التيغناوتي يقول لا، ما زلنا متقدمين حتى الآن. أحمد رضا برضا كبير من مدرج. الله على المرور، الله يا رحيمي. ما زالت إلى نجوما بيغير الاتجاه. محسن متولي يعيد الاتجاه، لكن تيغناوتي أي شوط يقوم به هذا الوحش في التصدي والذود عن مرماه. الله على رضا تيغناوتي. ما زالت 1-0. تتحول الآن باتجاه فابريس نجوما، يرسل كرة في مكان فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها متولي قوية. يا رب، تيغناوتي غير عادي، مجنون يا أحمد رضا. الله على ردات الفعل، إنهم يواجهون تيغناوتي وإنه يوقفهم في كل مرة. يقول أنا هنا، لا يرفعون المنديل، ما زالوا يحاولون. محسن متولي، لكن
شوط ممتع حتى الآن، ممتع حتى الآن، وما زال للمتعة بقية وللرجاء بقية، والتصويبة القوية إلى خارج شوف ما شاء الله التقناوتي مغطي خارج المرمى، يعني ما شاء الله مخلص المرمى ومغطي. شوف التقناوتي حاط له التسجيل في الديربي، رد كبير جدا على أحقية المشاركة. هنا التمريرة، هنا التصويبة ضعيفة، والتقناوتي يتصدى لأصعب من ذلك بكل تأكيد. يعني الصافرة مشاهدينا تأتي من الحكم محمود البنا لينهي أحداث شوط المباراة الأول لهذا الديربي. شوط سريع، شوط جميل، شوط بفرص، شوط بهدف ودادي والسيطرة خضراء وفرص والتألق كبير للتقناوتي. شوط كان فيه المدرج دائما وأبدا. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن خالد بيومي والكابتن زبير بيا. عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان أحبتي الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. شوط المباراة الأول لم يكن جيدا بالنسبة لجمال السلالمي على مستوى النتيجة، وتأخر الرجاء بهدف نظيف من أمام محمد ناهيري لاعب الوداد. شوط المباراة الثاني يبدأ بصفرة الحكم. سنشاهد الآن أجواء هذا الديربي، الجزيرة والإسماعيلي، مولودية الجزائر والقوى الجوية. الكرة بتصل الآن في مكان الله على المرور، الله على متولي، سقوط ركلة الجزاء، ركلة بركلة والبادئ أحمر، والبادئ أحمر. جمال السلامي فرجت يا جمال حتى الآن ركلة جزاء بعد مرور اختراق محسن متولي. ضغط الرجاء طوال شوط المباراة الأول بحثا عن العودة ولم ينجح، استمر في الضغط طوال الشوط الثاني الآن حتى وصل إلى ركلة الجزاء. شوف اللقطة الاشتراك مع المدافع شيخ كومارا وسقوط في منطقة الجزاء. احتجاج حارس المرمى نجم الشوط الأول التقناوتي. هنا نشاهد الآن باتمان، هنا نشاهد الآن اللقطة الصورة، هنا نشاهد بالتأكيد المدرجات. فرصة للنسور الخضر، فرصة للعودة من جديد، فرصة لتسجيل التعادل لمصلحة فريق الرجاء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب، الديربي يعودون إلى مدرج المكانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد من أجل رجاء الشعب. يسجلون، يعدلون، 1-1. محسن متولي، فرحة كبيرة. جمال السلامي احتفالية بهذا الهدف. التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا. كركات رجاوي، انظر احترقت الآن، هكذا يقولون بركان الآن. شوف اللقطة، ركلة بركلة، 1-1 والبركان ينفجر. الرجاء وجمال السلامي يتنفسون الصعداء. الديربي، الفرحة، الرجاء، الكرة القوية. يا له من ديربي. انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة. زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت. كركات الآن، انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة. الله على لوحة، على إعلان، على مدرج يحترق بكامله، على صورة تبقى خلفية في هاتف كل رجائي وكل مشجع للنسور الخضر في هذه اللحظات. 1-1. حول مستوى الدربي في الإياب أعلى حتى عن الذهاب. الكرة الآن يا رب، التقناوتي من جديد. إن أردتم أن تسجلوا عليه لابد من ركلة جزاء يا رحيمي. سفيان يضرب، سفيان يحرك المدرج، الدخان في كل مكان. إنهم
يشعلون كل شيء، يحرقون كل شيء من أجل هذا الديربي. انظر إلى سفيان، ضربة التقناوتي يقول وأنا هنا. شايف بالتأكيد أيمن الحسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن، وانظر إلى كركات وداد الآن في الجانب الآخر. شايف هذه اللقطة وشايف هنا البركان الذي ينفجر. شوف المنظر، شوف اللقطة. هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير. يا رب، ضربة راس تعيد راسام الوداديين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه اللقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على كرة رأسية. يا ودادي، يا ودادي كانتاري كما يرددون. الرقم 20 الرأسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب زوران أدخله لكي يدخلها في شباك مرمى الرجاء. الوداد يتقدم 2-1 على مشهد التيبو، على مشهد هذا الجمهور الكبير. فرحة كبيرة، الوداد يتقدم من أقل الفرص ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة، اشعلوها، لكن ديربي للذكرى، رسائل الديربي المستمرة. يا الله، كيف الالتراس هنا والالتراس هناك، الوينرز هنا والتراس الرجاء. ولكن شوف الوينرز، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم. الوينرز ليس لقبا فقط، إنه الوداد للدار البيضاء. خط أحمر اسمه الوداد. بالتأكيد مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان أيوب الكعبي؟ انظر إلى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء اعتقد الجميع بأنهم عادوا. أيوب الكعبي يظهر، رأسية من أيمن الحسوني، وبعد ذلك هدف يأتي. شوف فرحة زوران، شوف فرحة المدرج المجنون. الوداديون الآن يحرقون الملعب، يا لها من لحظة. شوف اللمسة، شوف الهفوة، السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها القدم اليسرى. نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي. الوينرز ليس لقبا فقط، إنهم فعلا منتصرون. 3-1 مشاهدينا، لم تنتهي بعد هذه الليلة، ما زال في الوقت وقت، ما زال في الأعصاب أعصاب. أيوب الكعبي، الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله، يا رب، الوداد إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع، الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع، بهدف بديع. الله على أربعة ثقيلة جدا. أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخه في الديربي. لم يسبق أن تجاوزوا 3 أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني. أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء. سجل هدفا وساهم في صناعة البقية. يا حسوني، كيف تبقيه يا زوران في الدكة؟ هذا أساسي. الله يا بديع،
مع بديع. نعم نستطيع، يقولها الوداد. 4-1. الكرة بتتمرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2. لم يخرجوا، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي. باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. أنس جبرون، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون. وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل للرجاء لتعود الأمور 4-2. والله قبل شوي قلنا للوداد للدور القادم، أحداد يقول لي اهدى شوي، اهدى شوي. هذا الرجاء، هذا الرجاء لسه يا فارس، لسه لا تستعجل. المباراة باقي فيها وقت، ليش تستعجل؟ الأخيرة يعرف صعوبة الموقف، يعرف صعوبة الوضع. الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل كرة فيها تحرك من أحداد، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون، قمة الجنون. من كان يعتقد بأنها انتهت عليه بالتأكيد أن يراجع حساباته، وأنا أولهم. ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذه اللقطة شيخ كومارا أشار إلى لمسة اليد وركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. الرجاء يريد أن يعود من بعيد، يريد أن يسجل ريمونتادا تاريخية تبقى في ذاكرة هذا الديربي، يريد كمباك عالمي حقيقة في ديربي بلا شك من الديربيات العالمية. هل ينجحون؟ جننوني المغاربة، كان احمق، كان هبل. الآن 4-2 وممكن تصير 4-3 وممكن تروح 4-4. شوف الدعوات، شوف القلوب، شوف الأعصاب، أي قلوب يشاهدون فيها هذا اللقاء. وما تبقى يا متولي، وما تبقى يا متولي. المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. 4-2. محسن متولي شايفنا يحاول أن يحافظ على هدوءه، والإشارات تأتي والنظرات تأتي، ومحسن متولي للرجاء يأتي، للرجاء يأتي. يا رب، يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، بل بدأت الآن. إنهم يتحدون الضغوطات. تسجل علينا على طريقة بانينكا، أسجل على طريقة بانينكا. يردونها هنا، تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف ديربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت مع الهدف الرابع بأن الوداد للدور القادم. الآن قد يتغير الإعلان، قد يستجيبون للنداء الأخير، قد يعودون من الطائرة. انظر الآن إلى الخروج عن النص، إلى الاشتباك. انظر واستمع إلى صوت الرجاء الكبير. إنه رجاء الشعب، رجاء الشعب لا يرد، رجاء الشعب لا يرفض. إنهم الآن برجاء وصوت عالي. مدرج المكانة، مدرج درب السلطان. 4-3 أصبحت النتيجة. شكرا للفريقين قبل أن تنتهي، وأيا كانت النهاية وأيا كانت النتيجة، على ليلة للذكرى، على ليلة للتاريخ، على ليلة ستبقى في تاريخ وقصة هذا الديربي، على مباراة سأحتفظ بها في مكتبتي بجانب المباريات الكبرى التي علقت عليها في مسيرتي. شكرا قبل كل شيء. لا سلامات، حتى تليفوني فضت البطارية الآن، ما في رسائل. ولكن أيوب، الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة. ماذا فعلت يا أيوب؟ ماذا أضعت يا أيوب؟ يحاولون، سيتمسكون بكل الآمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل، مستحيل. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ
السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانا، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب. ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4. من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. باركنا التأهل الوداد. الرجاء يقول بارك لنا الآن، بارك لنا الآن. مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور، مبروك لجمال السلامي. مدرب بمباراة أولى بليلة، خلاص اعتزل تدريب يا جمال، اعتزل بعد المباراة هذه. شو تريد يا مالونجو؟ مالونجو هدف للتاريخ، هدف الريمونتادا. مالونجو يؤكد بأن مشاركته قانونية بهدف الريمونتادا. الدموع تحولت من مدرج إلى مدرج، الفرح تحول من مدرج إلى مدرج. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير كتب بالقلم الأخضر، باللون الأخضر. أنا استعجلت في قلب الصفحة لكنني عدت لكي أقرأها. وجدت هذا اللون، وجدت هذا السطر. أين كتبته يا مالونجو؟ يا لها من دموع، يا لها من حسرة، يا لها من مشاهد، يا لها من ليلة. أي مباراة كنت على موعد معها اليوم، أي ديربي هل كنتم تنتظرونني حتى تقدموا كل هذا؟ ديربي التاريخ، ديربي الليلة الكبرى، ديربي الوداد. 4-4 جدال بلا نقاش. الصافرة تأتي. إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم، إنهم رجاء الشعب الذي لا يقهر، إنهم رجاء الشعب الذي يعود في ليلة تاريخية، في ريمونتادا خيالية، في كامباك عالمي، في صافرة للذكرى وللتاريخ. اللون الأخضر في كل مكان. الرجاء يسيطر على الدار البيضاء، على ديربي كازا، على ديربي العرب الكبير. الرجاء إلى دور الثمانية، الرجاء إلى دور الثمانية. شكرا للوداد، شكرا للرجاء، شكرا للديربي البيضاوي الكبير، شكرا لهذه القمة التاريخية، لهذه الليلة التي لا تنسى، لهذا الديربي الذي سيبقى في ذاكرتي وفي مسيرتي مهما بالتأكيد ما بقيت محلقا. واحدة من المباريات التي ستكون في مكتبتي وفي الرف الأول، وفي الرف الأول. مبروك للرجاء، مبروك أيضا لفريق الوداد، حتى وإن خرجوا لم يخسروا في الذهاب ولا في الإياب.